بسم الله نبدأ بها الكلام، والصلاة والسلام على طه بن عدنان. وكان يا ما كان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كان يتحكى ويتقال في يوم من الأيام، في بلاد بعيدة خارج المدينة، عاشت واحد البنية كان اسمها خدوش. حياة على قد حالها مع أهلها في البادية، عينيها كتلالة من براءتها، وكل من شافها كيعشقها لسرها ولباها. تزوجات من واحد الشاب كان سميتو دحمان، هو اللي عند امو. وهاد امو واحد المرأة قاسية سليطة، كانت كتشوف بلي ولدها يستاهل يتزوج أميرة، ماشي بنت دريويشة من البادية. كانت مرات لوسها السعدية اللي مات راجلها كتعيش معاهم في نفس الدار، وكانت كتغير منها وتحسدها على زينها وعلى معاملة راجلها ليها. ايوا بدات السعدية وعدوزتها يخيطوا ويفصلوا بيناتهم ويتآمروا عليها، وبداو كيعطيوها الشقة من الفجر حتى المغرب. كانت خدوج راضية باللي قسم ليها الله، كتغسل وتكنس وتصبن وتطيب وتعجن بلا ما تشكى. ولكن قلبها كانت كتقدي فيه النار كل ما شافت نظرة الشر في عينين عدوزتها. أما دحمان كان كيخدم في مدينة بعيدة، وما كان كيرجع حتى لتالي الليل، وما كانش كيعرف شنو اللي طرا في غياب. وفي يوم من الايام كانت خدوش كتوجد في الغدا، ايوا وهي تسمع مرات لوسها السعدية وعدوزتها كيهضروا. قالت غيكونوا غير كيدويو عليها. طلقات ودنيها وقربات من باب البيت، وسمعات شنو اللي كيدور عليها من حديث. هاد البدوية خاصنا نتهناو منها قبل ما دير لينا الجمل وما جمل. غادي تولد الولاد ودك الوتاد، ايوا منين يكبروا ياخدوا لينا الدار وكل ما كنكسبوا خاصنا نرجعوها منين جات. ايوا يا سادة الكرام، خدوش تصدمات من هاد الكلام، وعرفت راسها عايشة مع جوج الفعات. سراتها في قلبها، ومنين العشيات عاشات ورجع راجلها حطات ليه العشاء والابتسامة على وجهها، وليني باين عليها التعب والإرهاق. راجلها المسكين كان كيحس بيها وكان كيحن عليها، واخا كان كيضل غايب كان ديما كيقول ليها وخدوج وانت هي عمامتي وغدا راسي، ولا باقيش عيلي يا راسك، تكايسي على صحيحتك، وهاد الدار راها دارك وانتي مولاتها. وخا هاد الكلام كان يخفف عليها، إلا أنه الأيام كدوز ثقيلة عليها من المعاملة ديال حماتها ومرات لوسها، وهي غير ما كتزيد تسوء، حتى ولاو كيمنعوا عليها حتى الماكلة وكيقولوا ليها ما تستاهليهاش، والله لا طاحت في كرشك. ضعاف عودها وبهاد زينها. وفي يوم من الايام خدوش كرشها بدات كتبان، وهنايا عرفت راسها باللي حاملة. فرحات فرحة كبيرة، ومنين جا راجلها فرحات بهاد الخبر، وهو مشى يفرح امه. ومنين عرفتها زاد الحقد في قلبها، ومشات عند السعدية كتجري وقالت ليها نوضي تحركي نتقعدوا ليها قبل ما تولد، ايوا وتنوض تشتف علينا. وبدا بيوجدوا ليها في المكيدة، وبدات السعدية تحط في الباطل على خدوج
وتوصل الكلام كل كذوب لراجلها وتقول ليه بلي كتسرق وتصيفط لدارهم في العروبية. وباش يتأكد من الأمر كانت السعدية تسرق الحاجة وتحطها في بيت خدوج وتعيط على دحمان وتقول ليه ايوا هانت شوف بعينيك. دحمان يا الخوان ما صدق هاد الكلام ولا يني مرة على مرة وبدا كيدخلو الشك. وفي واحد العشية منين رجع لقى امو كتبكي وتقول ليه يا وليدي هاد المرا هادي بغات تشتتنا وتفرقنا وتجري علينا من دارنا. دحمان ما بيدو حيلة بقى غير كيشوف مرتو وهي مسكينة دموعها على خدها وما قادراش تدافع على راسها وهي تقول ليه امو شوف وليدي يا انا يا مراتك في هاد الدار واذا اختاريتيها انا غنمشي في حالي ونموت غريبة وحيدة في الخلا. وقف دحمان حاير ما بين امو اللي كبراتو ورباتو وما بين مرتو ونيستو وشريكة حياتو. وفي واحد الصباح صبحات فيه الشتا خيط من السما خدوش فاقت على صوت الغوات ديال عدوزتها ومرات لوزها شدوها من شعرها ووصلوها حتى لعند الباب ولاحوها. بقات تقاومهم ساعة ما لقات جهد بسبب قلة الماكلة والحمالة وبقاو جارينها 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 حتى وصلوها لواحد الدار مهجورة. ايوا وهما يسدو عليها الباب وسدو عليها حتى القفل اللي وجدوه من قبل. عيات خدوج ما تزاوق فيهم العار اشنو بغيتو عندي وانا مرا واحله في راسي. ضحكات السعدية وقالت ليها هذا هو المكان اللي يليق بك يا هاد العروبية هنا فين خاصك تعيشي ماشي وسطنا. جلسات خدوج في هذاك الظلام كتبكي وكتطلب من الله باش يحفظها حيت كانت كرشها كتألمها من الجوع وحتى من البرد. ايوا دازت 3 ايام وهي في هذاك المكان كتوسد الارض وتتغطى بالسقف. ومنين رجع راجلها وسول عليها قالت ليه امو مشات وليدي هربات مع واحد البدوي. ايوا شتي يا وليدي غير اللي يثق في العيالات ايوا ها هي هربات. دحمان مسكين قلبو بدا كيغلي قلب عليها في المدينة وحتى في العروبية وما لقى ليها آثار. والسعدية يا سيدي كتضحك في خاطرها وكتقول ليه ايوا ياك من الاول حلينا لك عينيك وقلنا لك بلي راها ما تسوى ما تصلح. ايوا هاد العروبيات ما فيهم ثقة. غضب دحمان ديك الليلة وبدا عاطيها غير الغوات وخدوج بدات كتسمع صوته من بعيد ولكن ما كان عندها جهد تعيط ليه حيت كانت شحفانة. وفي الليلة الرابعة يا سادة الكرام حسات خدوج بوجع شديد وهنا عرفات باللي ما بقى ليها والو تولد. ضلت تبكي وتغوت ولا يني شكون اللي سمعها من غير الحيوط اللي دايرين بيها. وجا النهار الخامس وهي تولد خدوج بنية زينة في داك المكان المظلام وسماتها فطومة على اسم المرحومة امها. وظلات البنية تبكي من البرد قطعت خدوج من حوايجها وغطات بيهم بنيتها وعنقاتها باش تدفيها. وهي على هاد الحال سمعت شي واحد دايز من حدا هاديك الدار وهي تجمع الجهد وبدات تعيط وتقول عتقوا الروح يا عباد الله. اللي كان دايز من تما كانت واحد المرأة كبيرة في السن. منين سمعت غواتها مشات عيطات على راجلها
وبدورو مشى عيط على الرجال وهما يتجمعوا، هرسوا الباب وخرجوا خدوج. المرأة عاوناتها وهزات ليها بنيتها وغطاتها وشرباتها وسولتها على السبب اللي وصلها لهذا المكان. حكات ليها خدوج كل ما جرى، وهزوها الناس وداوها لدارها، وغير شافتها عدوزتها ومرات لوسها ايوا هما يكحلوا بنعمة، بداو غير يدخلوا ويخرجوا في الهضره. ومالها مسكينه، لقيتوها شحال هذه وحنا كنقلبوا عليها. وهي تقول لهم الجاره الكبيره في السن، وما حشمتوش يا الكافرات بالله، عندكم الوجه باش تهضروا وانتم اللي وصلتوا المراه لهذه الحاله وهي هازه روح في كرشها. بداو يكذبوا ويحلفوا، ولكن الناس ما رحموهمش، بدا صوتهم يعلى. ومنين وصل دحمان لقى الدار عامرة، وامو ومرات خوه دايرين بيهم الناس وحاطينهم في وسط الدار، ومراتو المسكينة ممدودة على الفراش وجنبها بنيتها. ومنين عرف دحمان باللي طرا وجرها، مشى يجري عند مرتو يطمن عليها ويطلب منها السماحة. شافت فيه عينيها دبلانين وقالت ليه: خذلتيني يا دحمان، صدقتيهم وكذبتيني. دحمان قابل مراتو خدوج لمدة ديال 7 أيام، قابلها هي وبنته، ولكن خدوج ضلت ديك المدة كاملة غير ساكتة وما كتهضرو. اما امو عيات ما ترغب فيه، وكانت كتقول ليه: احنا وليدي ما بغينا غير نربيوها ونأدبوها على السرقة اللي فيها، احنا ما كناش ناويين نضروها. دحمان ما قدرش يستوعب بلي امو تقدر تكذب ولا تظلم، وبغات غير تأدبها. قال شنو فيها، فحالها فحال امها. ورجعات خدوج للعذاب من جديد، وهاد المرة ماشي وحدها، هاد المرة هي وبنتها. كانت العدوزة ومرات لوسها كيعاملوا بنتها في الطومة بحال اللي كانوا يعاملوها، بنفس الحقد. كانوا يخطفوا ليها الطفلة من دارها ويمنعوا عليها باش ترضعها حتى يقولوها ليها. كانوا يخليوها تشقى حتى وهي نفيسة. وهنا يا سادة الكرام بدات خدوج كتفكر باش تهرب. كل مرة يعطيها راجلها شي ريال تشدو وتخبيه، حتى لواحد النهار وهي تحصلها عدوزتها وهي تحيد ليها فلوسها من يديها وضرباتها، وقالت ليها قدام ولدها: ايوا هانتا يا وليدي، ايوا شتي شنو صايره نقول ليك، ها اللي تيق في العيالات، ها هي كتجمع الفلوس باش تهرب وديلك بنتك وتخلي عقلك طاير. دحمان ما لقى ما يقول، دور وجهه وخرج من الدار. وفي واحد الليله يا الخوان، خدوج كانت شاده بين يديها في الطومه والدموع كينزلوا من عينيها. سمعات الحس، قربت من الباب وهي تسمع مرات لوسها كتقول لعدوزتها: خاصنا نبالو في الطومه ونقتلوها، اذا حيدناها من الطريق خدوج ما بقات ليها قيمه في هاد الدار. وفي النهار الثاني بين ما كانت خدوج كتصبن الحوايج، خدات السعديه في الطومه من ظهرها على اساس غتبدل ليها حوايجها. ودازت مده من الزمان وهي تمشي خدوج كتجري تشوف بنتها فين هي، وهي تلقاها طايحه في الارض وفي بيت كله مظلام. ومشات كتقلبها بالزربه ليكون شي حد اذاها، وداك الشي اللي كان لقاتها المسكينه محروقه من يديها. خدوج بدات تغوت وتقول:
شكون اللي اذى ليا بنتي؟ السعديه والعدوزه ضربوها بنكره وقالوا ليها ما تكون غير قاصت شي حاجه سخونه وحدها. ومنين رجع دحمان ديك الليله وراتو اثار الحرقه، ومنين واجه امه بدات من جديد بالحلوف وبالبهتان. دحمان قال الخدوج ما غتكون غير شي حاجه حرقاتها وهي كتلعب وحدها، هاد المره ردي ليها البال وما تبقاش تلهي عليها. خدوج عيات حيت مهما وضحات لدحمان ما كيصدقهاش، كيصدق غير امو اللي كتبان ليه كيف الملاك واللي عمرها ما تقدر لا تظلم ولا تكذب. ومن ديك الليله قررت باش تحضي بنتها وتحميها من الغدر، من دوك اللفعات بجوج وما تلاتش ما زالت حطها في دارها. ومنين لاحظوا العدوزه ومرات ولدها هاد الامر بداو كيخطوا لواحد الخطه خبت من الاولى. في واحد الصباح واحد المراه كبيره عجوز جات لعندهم للدار وقالت باللي هي كداوي الوليدات الصغار. قالت ليها عدوزتها عاري الدريه لهنا، عاري نعطيوها للمراه تشوف شنو بيها وداويها. خدوج ما بغاتش تطلق بنتها، قالت ليها بنتي بخير وعلى خير، كاع ما تحتاج لهاد المراه. قالت ليها عدوزتها ايوا ما انتيش اللي ما باغاش تداوي بنتك. وبدا بيناتهم الغوات حتى تجمعوا الجيران. وخدوج منين شافت الناس حشمات وقالت موحا تقدر دير شي حاجه وهاد الناس كلهم حاضرين. تاقت وعطاتها بنتها ودخلاتها المراه الكبيره لواحد البيت وسدات عليها. وغير داز مده من الزمان سمعات خدوج بنتها كتغوت بالبكا، مشات دفعات الباب ودخلات ولقات المراه الكبيره العجوز باغا تدخل بنتها واحد القطيب فمها. وهي تخطف ليها البنت من بين يديها وشنقات عليها حتى وكان خرجوا عينيها. وهي تقول ليها اشنو كنتي ناويه ديري لبنتي يا عقيصه؟ بغات العجوز تهرب، ساعه خانوها رجليها وهي تشدها خدوج من شعرها وما تلقاتها حتى اعترفت ليها. اعترفت ليها هي سيادي بلي السعديه مرات لوسها هي اللي عطاتها الفلوس باش تسمم ليها بنتها بالقطيب اللي فيه السم. قالت ليها انا مرا فقيره ومحتاجه المال. خرجت خدوج من هذاك البيت هازه بنتها وعينيها كيلمعوا بالغضب ومشات للسعديه والعجوزه وقالت ليهم بغيتو تقتلوا لي بنتي ما حشمتوش، اش هاد القلب الكحل اللي عندكم. بدات السعديه كتبكي بالعاني والله ما درنا حاجه، ولكن خدوج جرات العجوز قدام الناس وجراتها باش تعترف قدامهم. اعترفت المراه العجوز قدام الناس ولكن عدوزتها كذباتها. وكاين من الناس اللي صدق خدوج وكاين اللي صدق العدوزه ومراه اللوس. وقع صداع كبير في الدار ومنين رجع دحمان سول على شنو واقع. خبروه الناس باللي طرا وجرى. وخدوج عيطات ليه على المراه العجوز. وسمع هاد الامر من عندها وبالفعل اعترفت المراه باللي السعديه هي اللي خلصتها باش دير السم الفطومه في فمها. دحمان بقى كيشوف السعديه بالنظره ديال الغضب والحيره وبكات السعديه ونكرات وقالت باللي العجوز غير كتكذب. نقزات العدوزه وقالت لولدها دحمان ورا من هادي شحال وقلت لك اختار بيني وبين هاد المراه،
حنا ما نقدروش نعيشوا معاها في دار وحده فيها البهتان وفيها الكذوب. وقف دحمان ساكت لمدة من الزمان ما بين نارين، ما بين امه ومراته. تكلم وقال غادي ندير ليكم ديور مفرقين، وانت يا امي غادي نبني ليك انتي والسعديه دويره صغيره، وانا وخدوج غادي نعيشو هنا. رفضات امو وقالت ليه لا لا، انا ما نقدرش نعيش بعيده على ولدي، غادي غير تظلمني يا وليدي، الكبده صعيبه. ولكن دحمان كان حازم هاد المره وقال لها هذا هو كلامي الاخر، واذا ما بغيتيش غادي نبني لك دار في العروبيه. عيات امو ما تطلب فيه وتساوق، ولكن هاد المره ما عطاهاش الضوء حيت عرف الحقيقه كامله من عند المراه. قرارو ما كانش فيه رجوع. دحمان بدا كيبني في الدويره الثانيه، ومن بعد شهرين من الزمان كانت واجده ومشات ليها امو ومشات معاها حتى السعيديه. وخدوج سكنات وحدها في دارها، ضلات هي وبنتها وراجلها، وصبحت تقضي شغالها في خاطرها، ترضع بنتها بلا مشاكل. حتى لواحد النهار من النهارات وهي تبدا البنيه اللي كلاتها كترجعها، وما بغاتش تسكت ليها من البكا. مشى يجري بها دحمان هو وخدوج لعند الحكيم، وعرفوا بلي في الطومه شي حد سممها. خدوج تصدمات، كيفاش بنتها منين جاها السم وهي اللي كتردعها؟ عاد وهي تفكرات باللي السعديه داك النهار جات لعندها على اساس يبداو صفحه جديده، وجابت معاها البغرير في يديها. وخدوج منين حطات الصينيه كلات منه. ايوا وعرفات خدوج باللي البغرير هو اللي كان فيه السم، حيت هو اللي كلات منه ومن وراها ردعات بنتها في الطومه. وهكذا داز ليه السم مع الحليب. عاودات لدحمان كل ما صار، ومن جديد قرر يمشي يواجه السعديه وهو غضبان. مشى ليها حتى للدار اللي ساكنه فيها مع امه، ولقاهم ناعسين حيت كان الليل. فيقهم وقال ليها اشنو درتي في البغرير؟ السعديه خافت ونكرات، ودحمان كان مأكد باللي مراته على حق. ايوا مشى للدار وخدا البغرير اللي بقى في الطبق وداه لدار المخزن، وطلب منهم باش يشوفوا شنو فيه. ومنين داروا خدمتهم لقاو باللي بالفعل فيه السم. وهما يعيطوا على السعديه مولات الفعله، قرات ليهم بلا عصا، اعترفات باللي حاولت تقتل في الطومه 2 ديال المرات، وباللي العدوزه كانت على عين بكل ما فات ولكني ما نهاتهاش. والعدوزه سخفات منين سمعت مرت ولدها اعترفات. بدات العدوزه تبكي وتقول السعديه هي اللي كانت تعمر ليا راسي، وكانت تقول لي بلي خدوج غدير ولادها وتجري عليا من داري. هي السبب، انا غير ام جاهله صدقت كلامها الخبيث، وما كنتش كنشوف باللي خدوج بنت الناس، والمسكينه ما كانت باغا لينا غير الخير. ايوا يا الخوان، السعديه بغات تكذب باش تبري راسها، ولكن هيهات الادله كامله كانت ضدها. هي اللي شرات السم، وهي اللي خلصت ام يعقوز، وهي اللي كانت كتخطط لكل شيء. شاف فيها دحمان وقال انتي سبب المصايب اللي وقعات ما بين امي ومرتي، بغيتي تفرقينا تشتيش منا وتقتلي بنتنا. السعديه مشات للسجن، والعدوزه رجعات للدار اللي ولدها بنا ليها،
وظلت تبكي بالليل والنهار على ما دارت في خدوج اللي عمرها ما أذاتها، وكتبغي ليها ولدها وتراعيه. ايوا في واحد اليوم من الايام مشات عندها خدوج وهي هازه في الطومه، ودخلت عليها حتى لوسط الدار بلا استئذان. شافت فيها العدوزه وعينيها كلهم بالدموع، حشمات منها ومن راسها وما قداش تنطق بحتى كلمه قدامها. جلسات خدوج حداها وقالت ليها: انا سمحت لك خالتي، حيت عارفه بلي السعديه هي سبب هاد المصايب. كانت كتستغل محبتك لولدك وتزيدك العافيه باش هي تحس بالامان. بكات العدوزه وعنقات خدوج وقالت ليها: انا يا بنيتي ما نقدرش نعوض لك اللي فات، ولكن كنوعدك بلي غادي نكون معاك مرا مزيانه في هاد العمر اللي بقى ليا من الحياه. ومن داك النهار الحوال تغيرات، وصبحت العدوزه وخدوج بحال الام وبنتها. صبحوا يتعاونوا ويهضروا ويضحكوا، وكانت العدوزه كتعاون خدوج حتى في ترابي بنتها في الطومه. اما دحمان كان فرحان يا الخوان، ما قاده فرحه حيت ما خسر لا مو لا مراتو ولا بنته، وكبرات في الطومه ما بين امها وباها وحتى جداتها اللي ولات تبغيها اكثر من نفسها. ومرات السنين والعوام وتزوجات في الطومه ومشات لعند ناسها. اما خدوج وعدوزتها صبحوا مثال للعدوزه ومرت الولد في هذيك المدينه كامل. كانت العدوزه تنصح الناس وتقول ليهم باللي المشاكل وارده في كل بيت، وغير بالصبر كل شي دايز وفايت.